على الاقل ندي فرصه للناس تقدر في الظروف اللي بيعملوا بيها دلوقتي. بالتاكيد يا استاذه نسرين، احنا النهارده لو فعلا في اراده حقيقيه ان البلد دي تنهض النهضه اللي احنا عايزينها، النهضه الحقيقيه للمصريين، يبقى لازم الاهتمام بمشكله البطاله، لازم يبقى في حد من مشكله البطاله. احنا بنحاول ان احنا نكثف مجهودنا، وان شاء الله في مؤتمر هيتعمل قريب في القاهره، واحتمال يكون في مكان كبير في القاهره، بحيث انه يجمع عدد كبير قوي من متعطلين مصر، وان شاء الله يكون في دعوه لخبراء اقتصاديين امثال دكتور صلاح جوده ودكتور احمد سيد النجار والناس الخبراء الاقتصاديين بتوعنا اللي هم عندهم حلول كتير لمشاكل البطاله، ويقدروا يلاقوا لنا حلول فعلا ليها. وهيكون في دعوه لكبار رجال الاعمال مش في مصر بس، لا في العالم كله، لما يكون في عندنا 40% بطاله يا استاذه نسرين، وفي كمان من الناس اللي يعني انا اقول لحضرتك على حاجه، عارفه مشكله مصر ايه؟ ان مفيش انتاج، احنا ما عندناش انتاج، خلينا نقول الحقيقه. حتى الناس اللي الموظفين اللي بيشتغلوا في منهم نسبه كبيره جدا، مش عايز اقول 50% او 40%، ناس بتاخد مرتبات بلا انتاج. يبقى احنا هو بياخد راتب بلا انتاج، الراتب اللي هو بياخده هو عبء على الدوله، وفي نفس الوقت هو ما بينتجش، فلما ما بينتجش فما فيش عجله انتاج بتشتغل، هو بياخد مرتب من الدوله فقط. واحنا مش هنعيش على المعونات الخارجيه. احنا عشنا الفتره اللي فاتت مصر عملت ثورتين في 3 سنين، وكنا ناس بارعين جدا في السياسه، والعالم كله اتفرج علينا، وازاي احنا شلنا نظامين علشان نوصل بمصر لبر الامان. ولكن في النهايه انا عايز عجله الانتاج تشتغل علشان الاقي لقمه عيش كويسه، لازم عجله الانتاج تشتغل عشان ابطل، مش عايز اقول كلمه اشحت من الدول. احنا في مصر النهارده يعني وزير الخارجيه راجل بصراحه بيشتغل ليل نهار علشان يرجع مصر رائده اقليميا ودوليا. فتح علاقات جديده مع روسيا ده شيء في منتهى الروعه، واعتقد ان اللقاء المرتقب اعتقد ان تقريبا من 44 سنه كمان يعني لما حصل الكلام. لا الحلو بقى، بص الحلو في ايه؟ ان انا بسميها ولاده علاقه جديده مع روسيا. لماذا ولادة علاقة جديدة مع روسيا؟ لأن العلاقة القديمة كانت علاقة دولة عظمى ببعض دول الشرق الأوسط التي كانت محتلة، دلوقتي أصبح فيها مصلحة دلوقتي. إنما النهاردة لا، النهاردة روسيا بترتبط بمصر ارتباط دولي ارتباط كبير، ارتباط دولة كبيرة بدولة كبيرة. وده على فكرة يعني لما حصلت بعض المشادات وبعض التوتر في العلاقة المصرية الأمريكية، فبدأت مصر تتجه ناحية روسيا. ده ملوش علاقة بده تماما، لأن احنا مصر النهاردة بعد ثورتين بتتجه ان هي ترجع تاني رائدة اقليميا ودوليا، فبالتالي ما فيش ارتباط ما بين العلاقة الأمريكية المصرية الأمريكية والمصرية الروسية. أنا كده لا هستغنى عن العلاقة الأمريكية، العلاقة الأمريكية موجودة وممتدة بين الدولتين، فبالتالي أنا بوطد العلاقات بين الدول، أنا برفع من شأني كدولة كبيرة في المنطقة، ولازم أعمل وأفتح قنوات كبيرة مع كل الدول العظمى في العالم. فأنا لما أجي أقول إن أنا رجعت لروسيا لما فقدت العلاقة الأمريكية، ده يقلل من شأن الدولة المصرية والدولة الروسية، ولكن أنا بفتح قنوات جديدة مع هذه الدول علشان أنا دولة كبيرة وبرجع كرائد كبير في المنطقة دوليا وإقليميا.